كيفكم حبايبي؟ يا رب إنكم بصحة وخير وسلامة. اليوم إن شاء الله بدنا نعمل وصفة بسيطة وسريعة وكمان جدا طيبة والكل بحبها والكل بيرغبها. رح نعمل سندويشات البيج ماك تاكو، وهي عبارة عن سندويش أو خبز تورتيلا محشي بلحمة. فتابعوني وإن شاء الله إن هالوصفة بتنال إعجابكم، بتكون سهلة عليكم. هي كانت ترندي في الفترة الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي، وحبيت إني أجربها. فتابعوني وإن شاء الله إنها بتعجبكم. رح نبدأ بداية في الصوص واللي هو بيميز هاي الوصفة أو صوص البيج ماك. رح نحتاج لكوب من المايونيز. رح أضيف عليه حوالي معلقة كبيرة من المستردة، يعني تقديريا معلقة كبيرة من المستردة. وكمان بدي أضيف معلقتين كبار من الكاتشب. وبعد هيك بدي أضيف التوابل. عندي رشة من البابريكا، إذا متوفرة المدخنة بتكون أطيب عندكم. أنا بستخدم بابريكا حارة. ورشة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من بودرة الثوم، ومعلقة صغيرة من بودرة البصل. وبدنا نضيف حوالي معلقتين كبار من الخل، خل أبيض أو خل التفاح أو خل البلسمك اللي متوفر عندكم ضيفوه. وكمان ضفت رشة من الملح على حسب الذوق. بقلب هاي المكونات كلياتها مع بعضها، وبعد هيك بجرب الطعم. إذا حسيتها بحاجة لأي إضافة ثانية على حسب ذوقكم بتقدروا إنكم تضيفوا. أنا رجعت ضفت حوالي معلقة كبيرة من الكاتشب. رح أرفع من هذا الصوص حوالي 3 معالق كبار، راح نستخدمهم كمان شوي. وبعد هيك راح أضيف باقي الإضافات اللي هي حوالي كوب من الخيار، من 3/4 الكوب لكوب من الخيار المخلل مفروم ناعم، ومعاه شوية من المي تبعه. وعندي بصل صغيرة كمان مفرومة ناعم راح أضيفها بهي المرحلة. بقلب كل هاي المكونات مع بعض، وهيك بيكون عندي صوص البيج ماك جاهز. بحطه بالثلاجة على جنب لوقت التقديم. جدا جدا طيب هذا الصوص. بالنسبة للحمة، عندي كيلو من اللحم البقري، فيه 25% دهن. وبعد هيك رح أضيف عليه الصوص اللي رفعته. بقية الصوص اللي رفعته بيعطيه طراوة وطعم جدا طيب، اختياري، ما بدكم تضيفوه لا تضيفوه. بالنسبة للتوابل استخدمت الفلفل الأسود معلقة صغيرة، والبابريكا كمان معلقة صغيرة. وبدي أضيف كمان الملح على حسب الذوق أكيد. رح أكتفي بهاي التوابل وأعجن اللحمة كثير منيح. ضروري يكون فيها نسبة دهن عشان تطلع معاكم طرية، يعني زي كأنكم بتعملوا برجر. وعندي هون خبزة تورتيلا. أنا اشتريت الأرغفة كبيرة وقسمتها في المقص للحجم الصغير هذا، لأني ما لقيت الحجم الصغير. إذا أنتوا بتحبوا تعملوا بالحجم الكبير كمان بيرجع لكم، لكن هي الوصفة اشتهرت ومعروفة بالحجم الصغير. وأنا جربتها بهاي الطريقة زي ما حكيت لكم. والزوائد اللي طلعت معاي من الخبز حمصتها وعملت فيها فتوش. رح آخد كمية من اللحم وأفردها على كل الخبزة. بدنا نحاول نفردها بانتظام على كل الخبزة لإنها حتكش. يعني رح تتقلص كثير لإنه فيها نسبة دهن منيحة. فحاولوا ملوها عشان لما تنقص معاكم تكون كمية اللحمة معقولة. وما تسمكوها كثير كمان عشان تستوي معاكم على التحميص. فأي مقلاية ما بتلزق دهنتها بدهنة خفيفة من الزيت ومسحتها. وبعد هيك ببدأ أحمص الخبز على وجه اللحمة لحتى تستوي معنا. بتاخد حوالي 3 دقائق لوجه اللحمة لحتى تتحمر وتصير بهذا اللون اللي انتو شايفينه. بعد هيك برجع بقلبها عشان نحمص الخبزة. برش رشة من الجبن الموتزاريلا أو شرائح جبن التشيدر كمان بيصير. وأنا هون غطيتها عشان تذوب الجبنة، وبرجع بثنيها عشان تصير زي مبدأ التاكو. وهيك بتكون عندي الخبزة بهاي المرحلة أو الساندويشة جاهزة. عملت كل الكمية وبعد هيك رح أبدأ أحشي فيها أو أطبقها. بالنسبة للحشوة رح نعتمد على الصوص اللي عملناه، وهو اللي بيميز هذا الوصفة أو الطعم كله جاي منه. رح أضيف كمية من الصوص. تقدروا تضيفوا أي نوع خضار انتو حابينه أو الإضافات اللي بدكم إياها. استخدمت الخس، البصل المخلل، الفلفل الحار، شرائح البندورة. اللي انتو حابين تضيفوه ضيفوه. وهي كانت وصفتي لليوم.
باتمنى إنها تكون عجبتكم، ويا ريت إذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو، وإذا حابين تشتركوا بقناتي بتنوروني، وأهلا وسهلا فيكم ويعطيكم ألف عافية.